انا اللي حطيت الملوخيه المتقرطفه في الفريزر يا جماعه. نزلت السوق كده ولقيت الملوخيه كتير اللهم بارك ورخيصه، طبعا كلنا عارفين ان هي اليومين دول منتشره جدا، والخمس حزم ب10 جنيه. جبت لي كده هوت 5 حزم، وقلت ايه افرزهم واجرب الطريقه دي معايا. مسكتها كده وايه قرطفتها، وايه زي ما انتوا شايفين، وحطيتها في حله كده ونقعتها في الميه اكتر من مره، وغسلتها وصفيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، مش عايزاها يبقى فيها ولا نقطه ميه. وجبت اي اكياس بيضه عندي، اهم حاجه تكون اكياس بيضه. جبت اكياس بيضه كده هوت، وابتديت ايه اكيسها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الكيس على حسب ما انتي بتحبي. تمام. كيستها كده هوت وايه وشلتها في الفريزر. وهنا كده اهم حاجه لما تيجي تقرطفيها تكوني سايبه فيها العنقوده ديت، لان ده اللي بيعمل لها عرق وبيخليها ايه معايا مسكره. وقولي لي هنا بقى تستخدمي مخرطه والدتك ولا هتستعملي الكبه وايه والحاجات الجديده اللي احنا بنستخدمها والطرق الجديده. بص هنا بعد ما خرطتها كانت اللهم بارك معايا خضره، وعملت احلى طبق ملوخيه وبالهنا والشفا.